انا عندي ايمان ان مفيش حد على الكوكب شاطر، واللي يقابلك يقول لك انا شاطر قول له انت كذاب. والله يكرم الانسان على مجمل اعماله، انت بتكرم بمجمل اعمالك. رضا اهلك عليك هم ليهم فضل في الكلام ده. يعني ايه بترضى ربنا؟ يعني ما تقعدش تقول انا جامد، عارف انت انا ليش حل. ربنا ادى لكل بني ادم موجود في الدنيا سبب من اهم الاسباب اللي يفتح لك طاقة القدر في الدنيا. وانا بقول لحضرتك اهو، ابوك وامك اغلى اتنين على وجه الارض بالنسبة لك، واوعى تتخيل ان في بني ادم على وجه الارض هيقدر ينجح في حياته او اللي ابواب قدامه تفتح له وهو مش بره بيبقى ابوه وامه. وانا بقول لحضرتك اهو، لازم تحط ابوك وامك في حياتك بترتيب مختلف. انت بتفهم بس هم بيفهموا اكتر منك، انت عارف الصح بس هم داوا الامرين عشان يعرفوا ان ده صح. انت بتعرف تتكلم بس هم برضو بيتكلموا احسن منك، فما تتكلم معاهم اتكلم بأدب، اتعامل معاهم بحنية، ما تعليش صوتك عليهم، ما تستضخمش نفسك عليهم، وتعلم دايما ان الاسف للاهل مش عيب، انك تقول اسف لاهلك مش عيب. اما يقولوا لك حاجه مش عاجباك وانت مختلف عليها قول حاضر مره واثنين وثلاثه واربعه، وبعد كده بقى اختلف زي ما انت عايز، واديهم من وقتك، اديهم من وقتك. نسال الله العلي العظيم ان ربنا يرحم كل من فقدناه، واكيد ربنا اشتاق لرؤيته، ولكن عايز اقول لك ان ربنا مديك في حياتك سبب من الاسباب اللي يخليك طوفان قادر انك تتجاوز اي حاجه. انا ما عنديش شغف، اصل انا مش قادر، اصل انا مش عارف ايه. لا 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 لا، حبك لاهلك يخليك قادر. على فكره ابوك وامك ادوك حاجات ما كانوش يحلموا في يوم من الايام ان حد يديها لهم. اقسم بالله العلي العظيم، والله العظيم انا كان لي صديق بقول له في يوم من الايام انا عايزك تطبطب على ابنك. قال لي والله العظيم بطبطب يا طه. قلت له بتعمل ايه؟ فقال لي بحط ايدي على كده. قلت له خده في حضنك، اتوتر كده. قلت له في ايه؟ قال لي انا ابويا عمره ما طبطب عليا وعمره ما خدني في حضني وعمره. فاهاليك اللي عايشين معاك دلوقتي مهما كانوا بيدوك محدش ادالهم. انت ما بتسالش نفسك ابوك بيعمل ايه عشان. على فكره عمرك في يوم من الايام ابوك وامك جابوك وقال لك تعالى انا عايز احكي لك على حاجه، انا مخنوق، انا مش قادر، انا بيحاربوني في الشغل وبروح البيت على راسي اعمال كتير قوي واخواتي بسندهم عشان انا السند ليهم وصحيا تعبان ومش قادر؟ مش هيقولك. عمرك امك في يوم من الايام قالت لك وهي في المطبخ بتعمل لك الاكل وقعت على الارض ورجلها ورمه ومش قادره تعمل ومش قادره تقوم، وهي عمرها ما قالت كده؟ ومش هيقولوا لك ان الدنيا كويسه، وهيقولوا لك ان معاهم فلوس، وهيقولوا لك ان عايلين لك جهازك كبنت، وان هم بيفكروا طول النهار يبيعوا كل ما يملكوا عشان يعملوا لك شقه تتجوز فيها. هيقولوا لك ممكن يكونوا ما بيعرفوش يقولوا بس بيعملوا، ممكن يكونوا بيحاولوا يعملوا بس بيقولوا حاجات كتير قوي. صدقني والله العظيم مش هيصدروا لك اي حاجه. في عز الوقت اللي انت فيه ما انتش عاجبك حاجه، ممكن تكون فاتوره كهرباء منيماه بالليل متضايق بني ادم، ممكن تكون كلمه طبطبه محتاجينها منك مش لاقيين. فانا بقول لك اهو، اديهم من وقتك واديهم من حياتك واديهم من طاقتك، واما تشتغل اديهم من مالك، ومفيش بني ادم على وجه الارض يتساوى بيهم. مين اللي قال لك ان هتلاقي بني ادم بيحبك قدهم؟ فربنا مش هيكرمك غير اما تصونه الحضن ده. اقسم بالله لو كنت اذكى واحد في العالم لا هتشوف نجاح ولا هتشوف فلاح ولا هتعيش في حياتك يوم سعيد وانت مش بر بيه. اطمنوا على اهلكم وقربوا لاهلكم، واللي انت قاعد زعلان عليه انه مش موجود النهارده هو ساب ولد صالح يدعو ليه. انجح، وقف قدام العالم كله وقول لهم انا فلان الفلاني ابن فلان الفلاني اللي بيعمل كذا وبيخلي كذا.